أمها كانت بتحرمها من الأكل لسبب غريب، وخلعت جوزها الأولاني بعد ما منع عنها الفلوس، وانفصلت عن التاني رغم إنها بتحبه، ودخلت علاقة عاطفية مع قريب فنانة أصغر منها، وسابها واتجوز واحدة تانية. اتفاجئوا من أعمار ولادها وسايبة كل واحد فيهم براحته، ومش هتصدقوا عملوا إيه في حياتهم. رأيها غريب جدا في اللي بيحصل مع أختها، أهم ناس عندها في حياتها إخواتها ومش بتسيبهم أبدا، وغيرت حياتها بشكل كبير بعد سنين من المعافرة. هنا شيحة غيرت شكلها وملامحها بسبب العملية اللي عملتها، وخست بطريقة غريبة جدا. يا ترى هنا شيحة جوزها الأول عمل فيها إيه؟ ويا ترى سابت جوزها التاني ليه رغم إنها بتحبه؟ تفاصيل كتير قوي عن هنا شيحة هتتفاجئوا لما تعرفوها في الفيديو ده. وإيه حكاية ولادها؟ هنا شيحة بنت عيلة كلها فنانين، بس هي من زمان قررت إنه يبقى ليها دماغ مختلفة ومستقلة جدا، ومحدش بيقدر يفرض عليها أي قرار ولا حتى رأي. ما كانتش بنت دلوعة وحياتها سهلة، لا بالعكس جدا، دي كانت الدنيا معاها مش أحسن حاجة. وكانت البداية مع زوجها أبو ولادها اللي حصل ما بينهم مشاكل كتير، وكانت من ضمن المشاكل دي إنه يقرر ما يصرفش على ولاده. هي ما فرقش معاها أي فلوس ولا شايفة إن الحياة ماديات وبس، وصرفت هي على ولادها وبقوا مسؤولين منها. ولما رفض إنهم ينفصلوا بهدوء قررت إنها تخلعه، بس مشاكلها معاه ما خلصتش، بالعكس دي زادت أكتر، وبوظ حياتها من ناحية ولادها بإنه منعهم من السفر سنين، وهي ما كانتش بتعرف تروح بيهم في أي مكان، وفضلوا بيمطلوا قصاد بعض سنين. ورغم كده هي ما كانتش بتوافق إن ولادها ما يشوفوش أبوهم، وكانت دايما بتشجعهم على ده، لحد ما قرروا إنهم مش هيسمعوا كلامها وهيبقوا معاها هي وبس. وقدرت هنا إنها تربي الولدين وتكبرهم وتقدر تتعامل معاهم وتبقى أم بتتناقش، والحياة ما بينهم لطيفة، لدرجة إن ابنها الكبير لما ظهر معاها من فترة قريبة كانت الناس مفكرة إنه عريس جديد في حياتها. هنا تجربة الجواز الصعبة ما كرهتهاش في الحب، لا دي وقعت في الحب لشوشتها، والمرة دي مع أحمد فلوكس اللي في فترة تعبه ما كانتش بتسيبه، وكانوا هما الاتنين هيمنين ببعض. بس جوازهم ما كملش كتير، ورغم إنها كانت بتحبه وقت ما سابته وما اتكسفتش تقول كده، بس هما ما كانوش متوافقين مع بعض وقرروا الانفصال. ومرت سنين طويلة لحد ما ظهرت هنا شيحة مع محمود شاهين ابن أخو إلهام شاهين، وفضلوا قدام الناس مرتبطين فترة لحد ما الموضوع خلص فجأة، ومحدش كان عارف إيه السبب، هل بسبب إنه أصغر منها ولا اختلفوا، محدش فيهم علق. وبعدها هنا قفلت باب الحب والارتباط من حياتها، وبقت شايفة إنه صعب، وخاصة إن ولادها الاتنين بقوا شباب كبار. ومش بس كده، لأ كمان مرت بمشاكل نفسية كتيرة وصلتها لمرحلة وحشة من الجسم اللي مش مظبوط، واللي راحت بسبب كل ده لدكتور نفسي قدر يخليها تتعامل مع الحياة ونفسها بشكل أحسن. هنا بتحب الأكل جدا، بس عندها عقدة منه من وهي صغيرة بسبب إن مامتها كانت بتمنعها تاكل كتير علشان ما تتخنش، ولما تخنت وهي كبيرة كانت بتقف تعيط قدام التلاجة بس تفتكر إنها لازم تخس، فكانت بتسيب الأكل. ده بقى غير حبها للبحر والسفر، وحصل ليها مشكلة كبيرة بسبب مايو لبسته في فيلم قبل زحمة الصيف، والناس ما سابتهاش في حالها. بس هي مش بترد على أي حاجة بتتقال عليها، ولا كمان بتتقال على أختها حلا شيحة، وموقفها منها كان غريب جدا، وقالت أنا ماليش دعوة هي بتعمل إيه، أنا مش المحامي بتاعها. هنا شيحة بعد ما خست الفترة الأخيرة عملت عملية تعريض فك في وشها، والناس لاحظتها بسرعة وكانت باينة عليها. انتوا بقى شايفين إنها غيرت في شكلها ولا لأ؟